نحطوا الشيء اللي يمس المملكة السعودية يمسنا. أي حدث أي كذا نحداه. مستكثرين خيرهم. السعودية عندها تاريخ. اللي مس السعودية كأنه مس الجزائر، وعلاقتنا مع السعودية علاقات ممتازة وتاريخية يقول الرئيس تبون، وهذه هي الحقيقة. إذ أنه كاين مواقف تاريخية من أشهرها أنه الملك فيصل في 1955 كانت في الجزائر الثورة التحريرية. أسابيع فقط بعد اندلاع الثورة التحريرية في الجزائر الملك فيصل قام بموقف كبير جدا، يعني ربما يشفع للسعودية أي فعل تقوم به مع الجزائر مستقبلا. الملك فيصل في 1955 قطع العلاقات السعودية الفرنسية، وقال بأنه متضامن مع الثورة الجزائرية وأنه ضد العلاقات مع الجانب الفرنسي إلى أن تستقل الجزائر. ربما هذا قليل اللي يعرف هذا الموقف. موقف كبير جدا، يعني أنك تقطع علاقاتك مع دولة أخرى فقط من أجل الجزائر. والملك فيصل على ما أعتقد إن لم تخني المعلومات أنه كان أول ملك يتكلم على الثورة الجزائرية من منبر الأمم المتحدة. فهذه هي العلاقات التاريخية والمواقف التاريخية التي أشار إليها الرئيس عبد المجيد تبون. مؤخرا مع الملك محمد بن سلمان والرئيس تبون بدأت العلاقات تتعزز بشكل كبير جدا، إضافة إلى أنه كان هناك مستوى للزيارات، مستوى عالي وكبير جدا. السعودية أيضا هذه السنوات الأخيرة عندها قوة لا يمكن إطلاقا التشكيك فيها، تلعب دور إقليمي ممتاز في الشرق الأوسط وفي آسيا، وحتى يعني في إقليم الشرق الأوسط بشكل عام. إضافة إلى أن الجزائر والسعودية تشتركان في الكثير من النقاط. صحيح ما عندهمش نفس الرؤية في كل المواضيع، ولكن يتشابهان في النقاط الكبرى، النقاط الرئيسة. هي أن السعودية والجزائر تنظران إلى وحدة الأوطان، يعني الدولة الوطنية بما يسمى في المصطلح الحديث، أنها ضد التقسيمات وضد الانفصال. شاهدوا معنا مع ما يجري الآن في اليمن وفي السودان وفي ليبيا وغيرها. السعودية عندها موقف واحد، أنها مع الدولة الوطنية ضد الانفصال. نفس الشيء تقوم به الجزائر ضد هذه الفكرة جملة وتفصيلا، لا تحب الانفصال ولا تحب التقسيم، ولا تحب أيضا الجزائر التدخل في الشؤون الداخلية للدول. الآن السعودية والجزائر تقريبا عندهم نفس العدو، يعني اللي هي أصبحت الإمارات العربية المتحدة. وأصبحت الإمارات تقلق إن صح التعبير السعودية وتقلق أو تزعج الجزائر. هي على كل حاشاها أنها تلعب مع السعودية أو تلعب مع الجزائر، لأن هذه بلدان عندها تاريخ متجذر. أيضا السعودية والجزائر عندهم نفس التحدي، هو أنه ضد فكرة التطبيع، خاصة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ضد فكرة التطبيع. ويشتركان في النقطة المتعلقة، معليش سنذهب مستقبلا في علاقات ما معينة، ولكن ليس على حساب الشعب الفلسطيني. الجزائر والسعودية أيضا عندهم علاقات اقتصادية وغيرها. آخر هذه الزيارات كانت في جانب تحلية مياه البحر. السعودية من بداية التسعينات، فيمكن الجزائر أن تستفيد من أيضا التجربة السعودية. لذلك الرئيس تبون يقول بأنه ليمس السعودية يمس الجزائر، ينطلق من معطى تاريخي وليس من فراغ. قبل أن نختم، أيضا شوشة يكرم في السعودية هذه الأيام أحسن تكريم من عند إخوتنا في السعودية، يفرحوا به
فرح كبير وكأنهم فرحوا بكل الجزائريين، فتحية كبيرة جدا لهم، وهذا يوضح ويبين معدنهم. شكرا جزيلا.